ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. تعالي يا قلب اختك انا وانت كده نتكلم كلمتين ستات. تعالى اقولك ما تقلبيش في موبايل جوزك، والله العظيم ما تقلبيش فيه لو هو مفتوح ومحطوط قدامك. بتحبيه وبتموتي فيه وبتغيري عليه، كل ده على راسي. لكن لو قلبتي هتلاقي اللي انت بتدوري عليه، هتلاقي اللي انت شاكة فيه وبتحاولي ان انت بتطلعيه. ودي هتبقى الصدمة الكبيرة بالنسبة لك، لانك لو شفتي حاجة غلط في تليفونه هيبقى يوم نكد ويوم صعب ويوم ما طلعتلوش شمس، وهتنكدي على نفسك وعلى بيتك وعلى اولادك. هتقولي لي طب اعمل ايه؟ لا، ما تعمليش كل اللي انت ولا تقلبي من اصله. لو لقيتي تليفونه محطوط ومفتوح اقفليه واديهوله. عارفه ليه؟ عشان هو لو خان مش هيخونك انت، ده هيخون ربنا. الخيانه مش ان هو خانك انت، الراجل ربنا محلله واحدة واتنين وتلاتة واربعة، مثنى وثلاث ورباع. لو هو بس مجرد ان هو يتكلم في التليفون او يكلم واحدة بتبقى انت زي المجنونة وتعملها له قضية. امال لما يتجوزها وتبقى شريكة معاكي فيه هتعملي ايه؟ فبصي، يعني ده بالنسبة لأي ست بلاء. يعني انت لما جوزك بيتجوز عليكي بتبقى ده بالنسبة لك انت بلاء، لكن ده شرع ربنا. تمام تمام. انت بقى لما تقلبي في تليفونه ده ربنا قالك ولا تجسسوا. انت ما ينفعش تتجسسي عليه، حرام. انت ليكي بيتك وعيالك، هو مقصر معاكي او مش مقصر او بيعمل غلط او بيعمل صح، دي حاجة بينه وبين ربنا، هو اللي هيتحاسب عليها مش انت. لكن عايزة اقول لك نصيحة كده وكلمتين من اخت ليكي تسمعيهم وتحطيهم حلقة في ودنك. لو لقيتي جوزك في تليفونه حاجة مسجات، رسايل، بيكلم حد، بيخرج مع حد ايا كان، زودي جرعة الحنية شوية، زودي الاهتمام بيه شوية. مش ان انت تعملي نتيجة عكسية وتتخانقي وتزعقي وتعملي كل الموال ده. لا، اعرفي ان جوزك في مرحلة خطر. جوزك في ناس تانية بتقول له كلام حلو، وفي واحدة تانية بتتكلم معاه كلام كويس، وفي واحدة بتستغل نقطة ضعفك انت. اللي انت هتقلبيه نكد هو هيطلع بره يلاقيه ضحك وهزار وفرفشه، يبقى احنا كده ما كسبناش حاجة. قسما بالله تبقي خسرانة كل حاجة. لا بالعكس، الراجل عنده ضمير على فكرة، الراجل كائن ضعيف قوي، وتحسي ان هو لما اي حد بيقرب منه بيضعف. ولو ما ضعفش بالكلام فمن جواه بيبقى ضعفان كده زي الست، اقل كلمة حلوة بتأثر فيه. وبيعمل مقارنة فوري، شوف هي دي بره بتعمل معايا ايه وفي البيت بتعمل معايا ايه. يا ست بصوا يا عيني على حظنا، يا ريتني ما كنت وقعت في البني ادم اللي معاك. بتبتدي تحط مقارنات كتير جدا، مع ان كل اللي داخله في الوضع ده بتبدا ان هي تدوس على الحته دي. عارفه ان الراجل ده ناقصه كلمه حلوه، عارفه ان الراجل ده ناقصه اهتمام، عارفه ان الست البيت دي اكيد مشغوله عنه، معاها اولاد، معاها مشغوله في دنيتها. وكل ده ما قلتش ان هو غلط في حقها، لا ده بيبقى اهتمام بيه اكتر لان هي شايله بيته وشايله عياله. فما تديهاش الفرصه ان هي تكسبه منك، لان انت مهما تكوني عامله في بيتك قسما بالله منضفاه مخليه بالك من عياله مهتميه بيه وباكله، بمجرد ما هتقلبي وشك او تعملي مشكله كانك ما عملتيش اي حاجه، وكل ده اتمسح من قاموس حساباته. ليه؟ لان الراجل ما بيحبش التكشيره. مهما بتعملي قسما بالله ومكشره عمره ما بيقبل اللي انت بتعمليه، وهيشوف ان انت ما عملتيش اي حاجه غير ان انت بتنكدي وان انت زوجه نكديه. ويبقى طالع عينك في البيت ومع الولاد، ويبقى شايف ان انت ما بتعمليش حاجه في حياتك غير ان انت بتنكدي عليه. وانت مسمياه ان هو حق ليكي، حق مكتسب، ان انا دلوقتي دون جوزي ومحدش يشاركني، وزي ما انا بعمل وطلع عيني في قلب بيته هو كمان يمشي عدل. لا، نصيحة من اختك، لو لقيتي حاجة غلط حاولي ان انت تزودي طقم الحنية شوية، تحاولي ان انت تكوني كويسة معاه، تكلمي كلمة حلوة، تهتمي وتتصلي وتسألي. بصي يلاقي واحدة تانية، بدل ما انت تقلبي العكس وتبقي خسرتيه، لا اقلبي اليمة التانية وتبقي بتحاولي تكسبيه. وهو ساعتها حتى لو مرجعش او حتى لو هو بيبقى بيتكلم بره فمش هيعمل اي حاجة، هيبقى اخره عارف ان اللي بره دي ست مش كويسة، واللي معاه دي حتة ذهب، وممكن يرجع عن الطريق اللي هو ماشي فيه ده في ثانية، لانه ضميره هيوجعه. ولو ضميره ما وجعوش هيحس بعدها بمرة في مرة ان هو اللي معاه دي جوهرة مش مخليه عايز حاجة عشان يدور على غيرها. اخطفي جوزك بطريقتك. دايما قولي اتكلت عليك يا رب، ودايما ارمي حمولك على الله،
ودايما بصي ما تفكريش في اي حاجه تزعلك. الست بتبقى شايله بما فيه الكفايه ومستحمله ضغط كتير، والراجل زي الطفل، اقل حاجه بتضحك على عقله، واقل حاجه تحس ان هو ضعيف قوي. ما تخليش جوزك ضعيف لكلمه حلوه، وتخليه ضعيف لاهتمام، تخليه ضعيف لواحده تكون ما وراهاش حاجه، تكون قاعده كده ست بقى، ايا كانت مطلقه فايتها القطر زي ما بيقولوا عندنا. الله اكبر الله اكبر، عزة لله. مع احترامي لكل الناس المطلقة، والله مش القصد الإهانة ولا قصد حاجة، لكن في بعض الناس زي، وفي ناس متجوزة، في بعض الستات بتبقى ستات سيئة، بتبقى دايما بتبقى، عارفين انتوا اللي هم يعني صيادين رجالة بمعنى أصح، بتدور على أي بيت ممكن تخربه. قسما بالله، ودماغها بتبقى دماغ شياطين، بتبقى عارفة الراجل ده بالظبط ناقص ايه ومحتاج ايه، وحاسة هو في بيته متضايق، مجرد ما تلاقي ممكن لو تكشيرة بس على وشه، بصي بتحاول تخش زي التعابين لحياة الراجل. وده بيأثر كتير قوي، التعامل بينه وبين مراته، بتقسم اهتمام بينها وبينه وبين اللي بره، يعني بيحاول يقسم اهتماماته، مع ان هي ممكن ما تكونش تستاهل واللي معاه دي طالع عينها، لكن التانية بتضحك في وشه وبتديله كلمة حلوة وبتديله اهتمام اللي هي المفروض ام ولاده ما بتقدرش تديهوله. فما تسيبيش النقطة دي جوزك عنده فراغ فيها، خليكي دايما مالية فراغه، وخلي دايما عندك وقت ليه. مفيش حاجة اسمها العيال بتربط راجل، قسما بالله العيال ما بتربط راجل، بالعكس ده بيأزموه اكتر، وبياخدوا اهتمامك انت اكتر. فخليكي متوازنة، ودايما اتقي الله ببيتك وفي عيالك، ودايما حاولي تطبطبي على جوزك، لان طول الوقت الرجاله مضغوطه جدا، الرجاله زي الاطفال. يعني حتى لو هو قدامك كده انت تقولي انا واثقه فيه ثقه عمياء، لكن صدقيني الراجل زي الطفل، مجرد ما يلاقي حد بيطبطب عليه هيروح له، حتى لو كان بيطبطب عليه ده غشاش وبيستغله هيروح له برضه. خلي بالك من بيتك ومن جوزك، وحاولي ما تدوريش وما تقلبيش، صدقيني اسمعي كلام اختك، ما تقلبيش. ولو فكرت والشيطان غلبك وقلبتي، اوعي تتعاملي بحاجه غلط انت شفتيها، اتعاملي بنتيجه عكسيه، اتعاملي ان انت حاجه دلوقتي بتضيع منك وانت عايزه تلحقيها تكسبيها، ما تزوديش ضيعانها. ما تغلطيش غلطة ناس كتير غلطوها وما كانوش فاهمين هم بيعملوا ايه. حافظي على بيتك وعلى جوزك وعلى ولادك، صدقيني والله والله ما حد هينفعك ولا هيفيدك في الدنيا اكتر من بيتك وجوزك. عامليه طفل، عامليه ان هو عيل صغير، بصي دايما حاسسين ان هو سند، دايما اتكلمي معاه كلمة حلوة. الراجل زي الطفل، من اقل حاجة بيتأثر، لكن اوعي تكشري في وشه مهما تكوني عاملاله. لو كشرتي في وشه مهما بتكوني مخلصة اللي وراكي والبيت نضيف والعيال كويسة، ودخل لقاكي مكشرة ولا لقاكي بتتخانقي ولا لقاكي صوتك عالي، صدقيني كل اللي انت عملتيه مش هيبقى ليه اي لازمة. لكن عارفة لو دخل من الباب اتدلعتي عليه واتكلمتي معاه كويس وبضحك وبهزار، ولقاكي مفرفشه وبتضحكي، لو قلت له ما عملتش اكل خالص مش هيزعل، لو قلت له اي حاجه مش هيزعل، لكن دايما اضحكي في وشه وعامليه كويس. لو شفتي الفيديو لغايه هنا، لو سمحتي حطي لايك للفيديو وادعميني، بحبكم كتير في الله. مش تصلي على الرسول بنية الفرج ونية الرزق، وان ربنا يخلي لنا ولادنا، ويخلي يا رب رجالة بيوتنا، ودايما يحميهم من الأذى ويحميهم من الناس الوحشة. آمين يا رب العالمين.